حيث رأيت المسلحين هناك وهم مسلحون يرفعون أعلام لا إله إلا الله ومكتوب بخط كبير ولاية نينوى، أي هم تابعون للدولة الإسلامية. تحدثت معهم بعد أن أعطوني الأمان حقيقة، وسألت الكثير من المارة ومن سواق التاكسي الذين يأتون من داخل مدينة الموصل ومن أحيائها. تحدثوا عن حالة أمان وعن وضع من الهدوء يسود مدينة الموصل الآن، في كما فهمنا في تفاهم بين الدولة الإسلامية وفصائل المقاومة العراقية الأخرى بتكثيف جهودهم ومحاربة القوات الحكومية. الناس تأتي وتذهب بكل سهولة. يعني هل نستطيع القول أن حركة النزوح أيوب أن حركة النزوح توقفت نوعا ما أو أنها خفت على الأقل؟ مقارنة بأمس وقبل أمس نستطيع أن نقول أنها بحدود 7 إلى 10% فقط. الناس بدأت ترجع إلى مدينة الموصل بعد أيام من الأمان، وبعد أن رأوا أن المسلحين هذا الكلام طبعا لا نريد أن ندافع عن أحد، نحن ننقل مشاهداتنا فقط لا غير. بعد أن رأوا أن المسلحين لا يرتكبون الجرائم ولا يقتلون الناس، بل يحاولون تأمين مؤسسات الموصل وبنوكها وهم يفرضون حالة أمن. لربما موصل الآن تعيش منذ 3 أو 4 أيام حالة أمان لم يشهدوها خلال الأشهر الماضية. طبعا أثناء توغلنا إلى مدينة الموصل رأينا عشرات السيارات العسكرية والدبابات وعربات عسكرية من نوع همر وهمفي محترقة. طبعا كان هناك قتال شديد جدا في هذه المناطق، وعدد كبير من الجنود تركوا ملابسهم على الأرض بشكل فوضوي، ما يدل على الانهيار الكامل. رأينا سيارات الشرطة وسيارات مكافحة الجريمة وسيارات عسكرية بمختلف ومدنية تابعة للحكومة. شهدنا آثار الانهيار الكبير الذي حصل في مدينة الموصل. نعم رولا. أشكرك جزيلا مراسل الجزيرة أيوب رضا، كنت معنا من مشارف مدينة الموصل.